بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي بدأنا موضوع الشهوة، والشهوة إحدى مقومات التكليف. هناك تساؤل عند معظم الناس أنه لولا الشهوات لما وقع الناس في المعاصي والآثام. وقد يأتون ببعض الشواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فالإنسان عبد للدينار وعبد للدرهم، وقد يكون عبدا لبطنه، وقد يكون عبدا لفرجه، وقد يكون عبدا للخميصة لثيابه. الحقيقة هذا الحديث يشير إلى فئة من الناس عبدت شهوتها من دون الله، وقد أكد الله هذا المعنى فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكما تعلمون أن العبادة نوعان: هناك عبيد وهناك عباد. العبيد جمع عبد القهر، والعباد جمع عبد الشكر. فالإنسان الذي عرف الله بمبادرة منه وأحبه وأطاعه وأقبل عليه والتزم بمنهجه وأحسن إلى خلقه، هذا عبد الشكر، جمعه عباد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بينما الذي ركب رأسه وتحكمت به شهوته وعبد شهواته من دون الله، هذا عبد القهر، هو عبد لله لأنه مقهور، لأنه في قبضة الله. ففي أي ثانية ينتهي عند الله. فهذا العبد عبد القهر جمعه عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فكما قلت في درس سابق، الشهوة حيادية، لأنك مخير. يمكن أن تكون الشهوة سلما ترقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تكون الشهوة نفسها دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. هي حيادية. ولا أدل على ذلك من هذا المثل الذي أستخدمه كثيرا: الوقود السائل في المركبة إن وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة. السائل هو إذا صب على المركبة أعطيت شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. فكما أن هذا الوقود السائل قوة محركة نافعة رائعة، هو قوة مدمرة ماحقة. هكذا الشهوة. اعتقد اعتقادا يقينيا أن الشهوات حيادية، سلم ترقى بها إلى أعلى عليين، ودركات يهوي بها الإنسان أحيانا إلى أسفل سافلين. وضربت مثل: إنسان بالزواج، امرأة صالحة تسره إن نظر إليها، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، ينجب منها أولادا أبرارا وبنات مؤمنات، يتزوجن شبابا مؤمنين، تجد أسرة رائعة، يعني أحفاد وأحفاد الأحفاد، أناس صالحون تربيتهم عالية، عناصر طيبة في المجتمع. رأس هذه الأسرة له مكانة مرموقة جدا،
يعني أصل هذا المشروع علاقة جنسية، أليس كذلك؟ وإنسان أيام يفتح ملهى ليلي بيمارس المعاصي والآثام، يسمح لرواد هذا الملهى أن يقعوا في الزنا والحرام وما إلى ذلك، بتلاقي هالمكان بؤرة فساد، والأصل علاقة جنسية. فالشهوات حيادية، يمكن بالشهوة أن ترقى إلى أعلى عليين، وبالشهوة يمكن أن يهوي الإنسان إلى أسفل سافلين. الشهوة هي لأن الشهوات حيادية، لأن الحظوظ حيادية، الذكاء حيادي. قد تكون ذكياً تستخدم هذا الذكاء في نشر الحق، وقد تكون ذكياً تستخدم هذا الذكاء في إفساد البشر وفي جمع الأموال الطائلة من طريق غير مشروع. الآن الوسامة قد تكون حق، لأن الإنسان إذا كان وسيماً أعانته وسامته على تحقيق أهدافه في الحياة، وقد تكون هذه الوسامة سبباً لوقوع هذا الشاب في آلاف المعاصي والآثام. طلاقة اللسان، جميع الحظوظ حيادية، جميع الشهوات حيادية، جميع الأعطيات الإلهية حيادية. أعطاك مال ترقى به إلى أعلى عليين، أو أن ينفق المال في إفساد الناس وفي ممارسة شهوات لا ترضي الله. الوجاهة قد تكون في منصب رفيع، تستخدم هذا المنصب لإحقاق الحق وإبطال الباطل، ترقى بهذا المنصب إلى أعلى عليين، وقد تستخدم هذا المنصب لتجميع أموال طائلة بطريق غير مشروع، فتهوي إلى أسفل سافلين. الحظوظ والشهوات والأعطيات الإلهية كلها حيادية، لأنك مخير، لأنك مخير، كل شيء حيادي، ترقى به أو تهوي به. لذلك بعضهم قرأ هذه الآية، هي قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الجواب الإلهي الرادع: كلا، ليس كذلك، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. سؤال أطرحه كثيرا: المال نعمة؟ نعم ولا؟ الفقر نعمة؟ نعم ولا؟ كيف؟ المال نعمة إذا كان كسبه مشروعا وأنفق في طريق مشروع. والله زرت شخص، والد صديقي، في العيد قبل سنوات، قال لي: أنا عمري 96 سنة وقد أجريت البارحة فحوص كاملة والنتائج كلها طبيعية. في 96 قال لي: والله ما أعرف الحرام، لا حرام النساء ولا حرام المال، من عاش تقيا عاش قويا. أيها الإخوة، الدنيا جميلة في طاعة الله، الدنيا مسعدة في طاعة الله. هذا الذي يطيع الله عز وجل، الله عز وجل أعطاه حق عليه، قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. أنت أيها المؤمن، يا من تحضر هذا الدرس ويا من يسمع هذا الدرس، إذا أطعت الله فيما أمرك أنشأ الله لك حقا عليه، حقا عليه ألا يعذبك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والله أيها الإخوة، أنا لا أصدق أن يجتمع في قلب المؤمن خوف أو قلق أو إحباط أو سوداوية. الله عز وجل طمأنك بالقرآن الكريم،
قال لك إنني أدافع عنك إذا كان الله في عليائه يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يؤتيك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتيك الرضا، أنت راض عن الله. يؤتيك الأمن، أغلى نعمة على الإطلاق، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يؤتيك السعادة، يؤتيك السكينة. فلذلك أيها الإخوة، الشهوات حيادية. بالعكس، لولا الشهوات لا ترقى إلى رب الأرض والسماوات. لولا الشهوات لما كانت جنة. تصور كل شيء مباح بما تتقرب إلى الله. إذا في محرمات بغض البصر تتقرب إلى الله، بضبط اللسان تتقرب. الغيبة محرمة، الغيبة محرمة، والنميمة كذلك، والإيقاع بين الناس، والكبر والزهو. في 40-50 معصية للسان. إذا اجتنبت كل هذه المعاصي، ضبطت سمعك، ضبطت بصرك، ضبطت لسانك، ضبطت حركتك، ضبطت يدك، ترقى إلى الله. فلذلك أؤكد لكم أنه لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. لولا الشهوات لما كانت جنات. هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة، أنا أخاطب الشباب بالدرجة الأولى، لأن معظم الحضور من الشباب. أنت في بداية حياتك، إياك أن تعتقد أو أن تتوهم أن هناك في الإسلام حرمانا. بالإسلام ما في حرمان، بس في تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني الشعور بالحرمان لا أصل له في الدين، لأن هذا الدين دين الفطرة. أية شهوة أودعها الله فيك جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. حتى شهوة العلو في الأرض بكل إنسان موجودة، لها أسماء متعددة، يسميها علماء النفس تأكيد الذات، يسميها بعضهم الشعور بالتفوق، يسميها بعضهم الآخر السيطرة. هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان يمكن عن طريق طلب العلم والعمل الصالح أن تروى، وأن تكون في موضع تكريم لك. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما في إنسان يطلب العلم إلا وله مكانة عند الله عز وجل. نحن في العمرة بكل أدب 1400 عام يأتي إلى هذا المسجد ملايين مملينة كل عام. كل عام يقولون يا سيدي يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. لأنه عرف الله وحمل لواء الدعوة.
الباب المزدوج. يقع الباب المزدوج في السور الجنوبي للمسجد الأقصى. بناه الأمويون في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، وهو مكون من بابين متجاورين يطل على دار الإمارة والقصور الأموية التي كانت قائمة جنوبي المسجد الأقصى. سمي بالباب المزدوج لأنه يتكون من مدخلين. الباب المزدوج هو أحد الأبواب المغلقة، حيث أغلقه السلطان الناصر صلاح الدين لحماية الأقصى المبارك من الطامعين، وهو يؤدي إلى ممر مزدوج كان فيما مضى يؤدي من القصور الأموية إلى ساحات الأقصى، وتم تحويله اليوم إلى مصلى باسم مصلى الأقصى القديم، وافتتح عام 1998 ميلادية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم تقف أمام الصديق تقول له: يا صاحب رسول الله، يا من قال النبي في حقك: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ما ساءني قط. تقف أمام قبر سيدنا عمر: يا أيها الفاروق، لو كان نبي بعدي لكان عمر. هؤلاء الذين صدقوا وآمنوا واستقاموا وأقبلوا وأحسنوا رفع الله ذكرهم، والذين عارضوا وكذبوا أين هم؟ في مزبلة التاريخ. أبو جهل، حدا بيقول سيدنا أبو جهل؟ مستحيل مستحيل. أيها الإخوة الكرام، الشهوة هي ترقى بها أو تهوي بها، هي حيادية وأنت مخير، أو لأنك مخير هي حيادية، لأنك مخير هي حيادية. أية شهوة أودعها الله فيك ترقى بها إلى أعلى عليين. لكن في شيء آخر، ما من شهوة أودعت فيك إلا لها قناة نظيفة تسري خلالها، لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. في منهج، أنت مع منهج. الآن الفكرة الدقيقة جدا، هذه الشهوة حيادية بس الحركة فيها 180 درجة بالضبط. أنت على طريق، عن اليمين وادي سحيق، عن اليسار وادي سحيق، تركب مركبة والمقود بيدك، لكن المقود في حركة واسعة 90 درجة و90. 90 الأولى على الوادي و90 الثانية على الوادي كمان، هلاك محقق. معناها المقود يتحرك 180 درجة، 90 نحو اليمين 90 نحو اليسار، والطريق عرضه 60 متر، يتحمل تحريك المقود زاوية على اليمين 30 وعلى اليسار 30 ب30، فال60 مسموح بها. ال60 تبقى على الطريق. إذا كان حركة المقود ضمن 60 درجة تبقى على الطريق. إذا تجاوزت هذا الرقم يكون صاحب هذه المركبة في الوادي وقد انتهت حياته. معناها الشهوة حركتها واسعة، والمنهج أعطاك حيز محدود. الدين كله
فلسفة الدين كلها أن تأتي حركتك في هذه الدرجات الستين. المال ممكن سرقة، ممكن اغتصاب، ممكن احتيال، ممكن تزوير، ممكن مكر، ممكن كذب، ممكن غش، ممكن في مليون ممكن، وفي كسب مشروع أساسه الصدق والأمانة والإتقان. فما دام المقود بالستين درجة أنت على الطريق سالم. فإذا الحركة تجاوزت هذه الدرجات الستين في الوادي، ما هو الدين؟ هو ضبط. الدين هو الضبط، أن تضبط حركتك بدوافع شهواتك وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح الله لك به. واضح؟ هذا هو الدين، هذه هي الاستقامة، هذا هو العمل الصالح، أن تأتي الحركة وفق منهج الله، أو أن تبقى حركة المقود في الستين درجة. الستين تبقى على الطريق، أكثر إلى الوادي، يمنة أو يسرة. لذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. الله زينه: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هي الجنة كلها لمن ضبط شهواته. يقولون حضارة المسلمين أساسها ضبط الذات، وحضارة الغربيين أساسها السيطرة على الطبيعة، ضبط الطبيعة. يعني ممكن حقل بترول بقعر بحر الشمال. كيف حفرت هذه الأبيار في قعر البحر؟ وكيف الماء المالح لم يدخل إليها؟ وكيف حصنت؟ كيف وضعت الأنابيب؟ كيف صب الإسمنت وسط الماء؟ شيء مذهل. استخرجوا النفط من قعر بحر الشمال، وصلوا إلى القمر، وصلوا إلى المريخ، وصلوا إلى المشتري، نقلوا الصورة في العالم كله، نقلوا الصوت. العالم الآن قرية، في إنجازات علمية مذهلة. فالغرب سيطر على الطبيعة، يعني أصبح العالم سطح مكتب بقطعة صغيرة بتخاطب العالم كله. أنا كنت في عرفات، طلب مني حديث على الفضائية السورية، عملت حديث على 5 قارات. يعني أمامي قطعة تكلمت بها، هذا الكلام عمم على 5 قارات، شيء لا يصدق، في إنجاز مذهل. نعم. فيا أيها الإخوة الكرام، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أما الضبط، إيقاع الحركة وفق 60 درجة بالضبط، جاءت الآية الكريمة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة هو الضبط. ثمن الجنة أن توقع الحركة وفق الحيز الذي سمح الله به. لك أن تأكل من طعام حلال، أي اشتري بمال حلال، أي هذا المال الحلال اكتسب وفق الصدق والجهد الحقيقي، لا وفق الكذب والاحتيال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لك أن تتزوج امرأة تروق لك بالحلال، لا تخجل بهذا، شيء شرعي. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. شيء غير معقول. قال: أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ طبعا.
لو كانت في الحرام عليك وزر، إذن هنا في أجر. من هنا المؤمن يرقى بالشهوة مرتين، يرقى مرة شاكرا ويرقى مرة صابرا، مثل المنشار بالطلعة وبالنزلة، شاكرا وصابرا، يعني ماشي بالطريق. مرت امرأة متبذلة متفلتة فغض بصره عنها وقال إني أخاف الله رب العالمين، ارتقيت، دخل لبيته، نظر إلى امرأته، من حقه أن ينظر إليها، شكر الله على أن الله أكرمه بزوجه، يرقى إلى الله شاكرا. ترك مال حرام يرقى إلى الله صابرا، عمل عمل مشروع وكسب مال حلال، اشترى به طعاما وشرابا وثيابا، يرقى إلى الله شاكرا أبدا. ترقى بها مرتين، ترقى بها صابرا، ترقى بها شاكرا. مرة ثانية، لولا الشهوات لما وصل الإنسان إلى رب الأرض والسماوات، لولا الشهوات لما كانت جنات. الآن في عندنا فكرة فرعية، يعني الزنا محرم، الله عز وجل قال لك لا تقربوا الزنا. قم بقى، الحكمة الإلهية ما قال لا تزني، قال لا تقرب، يعني اجعل بينك وبين هذه المعصية الكبيرة هامش أمان. هامش الأمان تماما، يعني أوضح مثل، يكون في تيار كهربائي 8000 فولت، وزير كهرباء يضع لوحة ممنوع الاقتراب من التيار، لأنه في للتيار 8 أمتار، من دخل في حرم التيار أصبح فحمة سوداء، فلا بد من ترك مسافة بينك وبين التيار. قوة جذبه كبيرة جدا، وفي شهوات قوة جذبها كبير، فالله منع الخلوة، منع صحبة الأراذل، منع إطلاق البصر، منع إطلاق البصر، منع صحبة الأراذل، منع الخلوة، منع مقدمات الزنا. فمن ابتعد عن مقدمات الزنا كرمه الله وحماه من الزنا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني لا بد من أن تدع بينك وبين المحرمات هامش أمان. تصور الشهوات المحرمة كنهر عميق مخيف، له شاطئ مائل زلق، له شاطئ مستوي جاف. النهر هنا شاطئ مائل زلق، شاطئ مستوي جاف. بطولتك مؤمن أن تمشي هنا، شاطئ مستوي جاف متمكن. أما هذا الشاطئ زلق ومائل، احتمال السقوط كبير جدا. من هنا له قول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تلك حدود الله فلا تقربوها، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الإيمان كله أن تعرف مقام الله، والإيمان كله أن تخاف مقام الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. والله أحد العلماء يقول مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. أطيب ما فيها القرب من الله عز وجل، في دليل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله عز وجل أثبت لهم علما بظاهرها،
أثبت لهم علما بظاهرها. عالم آخر يقول: بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ يعني بصراحة الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ليس فرقاً بين إنسانين الأول يصلي والثاني لا يصلي، لا، أعمق بكثير. بين إنسان متوازن سعيد متفائل آمن موفق محفوظ منصور متقدم متطور، بين إنسان خامل يائس قلق حذر كئيب معه إحباط. الفرق كبير جداً. يعني أنا بتمنى أن نوقن يقيناً قطعياً الفرق ليس شكلياً. في فرق شكلي أحياناً، يكون طالب يعني جسمه غير وسيم بس الأول، والثاني أطول، الفرق بس بالطول، فرق بسيط جداً. هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير جداً، فرق بالبنية، فرق بالنوع، فرق بالحالة النفسية، فرق بالثقة بالله، فرق بالتوازن، فرق بالسعادة. في معنى دقيق الله عز وجل لما قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. السؤال هنا: ما لم تؤمن بالله العظيم لن تستقيم على أمره. إبليس آمن بالله لكن ما عظمه، قال ربي فبعزتك، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم، فالأمر ينصب على تعظيم الله عز وجل. فلذلك الإنسان إذا ما آمن بالله العظيم لما يستحق النار؟ في سؤال عميق جدا. يستحق الإنسان النار إن لم يؤمن بالله العظيم لأنه عندئذ لا يطيعه. وكل إنسان ما آمن بالله لا بد من أن يعتدي على الآخرين. أوضح مثل: يلي أراد التفلت في شهواته فهذه فتاة لا تحل له. ممكن أن تكون تكون زوجة صالحة راقية جدا، لما أفسدها فانحرفت فشقيت في الدنيا والآخرة، هو سبب شقائها. معنى ذلك وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لو كان ما آمنت بالله العظيم وبقيت مستقيما ما في مشكلة، لكن إذا الإنسان ما آمن بالله العظيم في الأعم الأغلب سوف ينحرف، وانحرافه يعني عدوان أن يأخذ ما ليس له. فهذا ملمح دقيق في الآية أن الإنسان إن لم يؤمن بالله العظيم لا بد من أن ينحرف عن منهج الله القويم.
تزود من أروع بساتين الكلام، واغرف ينابيع هدي الإسلام. تعرف على أسماء الله الحسنى، وعش في أنوار معانيها. واحظى برسالة دعوية تصلك منا فتهديها، وانصر نبيك خير البرية وهاديها. كي تصلك رسائلنا من هذه الباقة الذهبية، بادر فورا بالاشتراك في خدمة مختارات إسلامية. فقط أرسل رسالة قصيرة SMS بكلمة رسالة باللغة العربية أو رسالة باللغة الإنجليزية على الرقم المرادف لبلدك، وتسلم هداياك اليومية من مختارات إسلامية. الآن كل ما يقال أن الشيطان أغوانا، الشيطان أفسدنا، الشيطان وسوس لنا، الآية الصارخة الحاسمة القاطعة هي هذه الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما في إنسان بيضل إنسان، بس بالظاهر في إنسان بيضل إنسان عنده رغبة بالانحراف، ممكن. أما في الأصل إنسان يضل إنسان، كل إنسان مخير. الآية الثانية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيها الإخوة الكرام، هذه الشهوات سبب رقينا إلى الله، هذه الشهوات سبب دخول الجنة، هذه الشهوات سلم نرقى به، هذه الشهوات حيادية. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إذن لولا الشهوات لما ارتقينا إلى الجنة. هي نعمة أم نقمة؟ هي نعمة. طبعا في شعراء لا ينطلقون من كتاب ولا من سنة. قال له: خلقت الجمال فتنة وقلت يا عبادي اتقوني. هذا كلام شعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. الآن موازنة سريعة: أفمن وعدناه وعدا حسنا، إنسان انضبط، غض بصره، ضبط لسانه، ضبط أذنه، ضبط دخله، ضبط أنفاقه، أوقع حركته ب60 درجة، بقي على الطريق، مات على هذا الحال. هذا إنسان عند الله مكرم. قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بينهما بون شاسع. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فلذلك هذه الشهوات تحقق للإنسان لذائذ فقط، واللذائذ آنية متناقصة وتعقبها كآبة. أما الإيمان يحقق سعادة. اللذائذ حسية تأتيك من الخارج، وآنية ومتناقصة تتبعها كآبة. إذن الإنسان حينما يتعرف إلى الله عز وجل يوقع حركته انطلاقا من شهواته وفق الحيز الذي سمح الله به، عندئذ يسلم. بالمناسبة في بالإنسان سلامة وسعادة. بالاستقامة على أمر الله يسلم، لكن بالعمل الصالح يسعد. والفرق كبير بين السلامة والسعادة.
أما الإنسان لو انكب على الشهوات وحدها، يقول بعض الفلاسفة: إذا اتخذت اللذة مبدأ انقلبت إلى ألم. الذين يحرصون على شهواتهم دون غيرها ولا يلتفتون لشيء آخر، هؤلاء أشقى الناس. إن أشقى الناس في الدنيا أرغبهم فيها، أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها. الإنسان له هدف كبير، له هدف نبيل، هدف عظيم، أن يعرف الله، أن يقدم عمل صالح طيب لأمته. هذا الهدف وهذا العمل يسموان به، يحس حاله إنسان مقدس، إنسان عند الله مقرب. أما إذا التفت لشهواته، الشهوات ليس لها أثر مستقبلي. إذا إنسان غرق في الملذات وفي الطعام الطيب وفي النزهات، هذه اللذائذ كلها لا تصنع له مكانة ولا قيمة ولا مستقبلا. يعني واحد ملأ حوض الحمام ماء فاتر وجلس فيه انبسط، يعني بيتعلم شيء، بيصير طبيب، بيصير تاجر كبير. الاستمتاع بالحياة ما له أثر مستقبلي، أما العمل الطيب له أثر مستقبلي. فالإنسان إذا عاش لشهوته يشقى بها. إن أشقى الناس في الدنيا أرغبهم فيها، أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. التنعم وحده يفضي بالإنسان إلى الشقاء وحده، نعيم. لذلك أعلى نسب انتحار في العالم في دول دخل فلكي. يعني أكاد أقول مشكلة الإنسان الآن أنه إنسان بلا هدف. الله عز وجل قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الذي أتمناه على إخوتنا الكرام: حدد هدفك واجعل هذا الهدف الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لو اخترت هدفا آخر أقل من إمكاناتك بعد بلوغه تشقى، تحس بالفراغ، بالملل، بالسأم. لو اخترت أي هدف أرضي ما دام بعيدا عنك لعلك تحلم به، فإذا وصلت إليه وأحط به واستوعبته انتهى تأثيره، بدأ الشقاء. فلذلك من اختار الله عز وجل اختار الحق الأبدي الأزلي. الآن ننتقل إلى موضوع في الإعجاز العلمي. الحقيقة في موضوعات سلاسل قد يعجب أحدكم أن الحياة على وجه الأرض متعلقة بها، لولاها لما كانت حياة على وجه الأرض. هذا الموضوع هو الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليس الماء وحده، خصيصة فيه، خصيصة واحدة فيه يتميز بها وينفرد بها من بين كل عناصر الكون. هذه الخصيصة أن الماء شأنه كشأن أي عنصر، بالتسخين يتمدد، بالتبريد ينكمش. أي عنصر، حتى الحجر، حتى المعادن كلها، حتى الغاز، حتى السوائل كلها، أي عنصر في الأرض بالسخنه يتمدد، بتبرده ينكمش. الأصل في ذلك أن الحرارة تسرع حركة الذرات، وإن تسرعت حركة الذرات تباعدت، فانقلب الجسم من صلب إلى لزج، إلى سائل، إلى غاز. الغاز الذرات الحركة فيها كثيرة جدا ومتباعدة، فالغاز ليس له حجم ثابت ولا شكل ثابت. أما السائل له حجم ثابت أما شكل غير ثابت. أما الصلب له شكل وحجم ثابت. الشكل والحجم ثابت بالجماد،
الشكل متبدل، الحجم ثابت بالسوائل، الشكل والحجم بالغازات متبدل. تنتقل المادة من حالة صلابة إلى سيولة إلى حالة غازية بحسب التسخين. الآن بالعكس، إذا شيء سائل بردناه بيجمد كالثلج، إذا شيء غازي بردناه بصير سائل. أسطوانات الغاز تلاقي فيها سيولة، هي غاز لما بردناها، والتبريد بيساوي الضغط، والتسخين بيساوي رفع الضغط. فكل عنصر بالأرض بالتسخين ورفع الضغط بيتمدد، وكل عنصر في الأرض بالتبريد وبالضغط بينكمش، إلا الماء. الماء له استثناء في درجة واحدة، درجة -4. أنت بتجيب وعاء ماء فيه ماء الدرجة 40، خفضته لل35 طبيعي، لل30 25 20 15 10 5 4 تنشأ آلية معاكسة بيتمدد. فهذا الماء لأنه يتمدد في درجة -4 في حياة بالأرض. لو انكمش زادت كثافته. ما الكثافة؟ نسبة الوزن للحجم. المسمار كثافته عالية بيغوص، أما الفلين ما بيغوص. كل شيء كثافته أقل من الماء يطفو، كل شيء كثافته أكبر يغوص. فلو أن الماء إذا تجمد انكمش فزادت كثافته يغوص. بعض الحقب تتجمد جميع البحار من قعرها إلى سطحها، فإذا تجمدت انعدم التبخر. إذا انعدم التبخر انعدمت الأمطار، انعدمت الأمطار مات النبات، يبس النبات، مات الحيوان، مات الإنسان. كل حياتنا وحياة النباتات والحيوانات وجميع الكائنات أساسها أن هذا الماء في درجة -4 تنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد. بالمناسبة الماء إذا تمدد ما في قوة في الأرض تقف أمامه. الآن تقتلع الصخور عن طريق تجميد الماء، يحفر ثقب 4 ثقوب يوضع فيها ماء ويبرد، تقتلع الصخرة مكعبة من الرخام من أصل الجبل بهالطريقة هي. يعني أشد أنواع الخلائط المعدنية في محرك سيارة، إذا في تجمد ماء بينفجر المحرك، يتصدع. فلذلك أيها الإخوة، هذا الماء من نعم الله العظمى. أولاً شفاف، ثانياً لا طعم له. لو كان في طعمة معينة، جميع الأطعمة وأنواع الطبخ والمشروبات بهالطعمة هي تطلع من جلدك، ما له طعم ولا رائحة ولا لون. لو كان لونه زهر كل شيء صار زهر، لا لون ولا طعم ولا رائحة. يتبخر بدرجة 14، شديد النفوذ، مهما تكن المسامات ضيقة يدخل فيها. شدة النفوذ، تبخر بدرجة متدنية، غليان بدرجة معتدلة بالمية بربيع الماء. يعني في خصائص للماء. أنا بعتبر الماء أحد الآيات الكبرى الدالة على عظمة الله عز وجل. لولا الماء لما كانت حياة، ولولا أنه يتمدد في الدرجة -4 لما كانت حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. والإنسان في 70% من وزنه ماء. يعني هو كملاحظة طريفة، لو ضغطنا إنسان بمكبس بينزل منه 70% من وزنه ماء، والباقي بتصنع لوح صابون من دهناته
ومسمار حديد وعود ثقاب، يعني مجموع ثمنه المادي ما بيطلع 20 ليرة سوري كلياته. 70% ماء، والمواد الأخرى سعرها منخفض جدا. أما بيجي إنسان يقسم الله بعمره، أقسم الله بعمر النبي فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الإنسان له قلب يكبر ولا ترى كبره، يتعاظم على كل عظيم، ويصغر ولا ترى صغره، يتضاءل أمام كل حقير. اسمعوا هذه الكلمة الأخيرة: المؤمن إذا عرف الله هو أكبر من أكبر مشكلة في حياته، فإذا ما عرف الله هو أصغر من أصغر مشكلة في حياته. إن عرفت الله أنت أكبر من أكبر مشكلة، وإن لم تعرفه أنت أصغر من أصغر مشكلة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، والحمد لله رب العالمين.